كاين واحد الإحساس صعيب بزاف باش الإنسان يعترف بيه، أنك ماشي ديما كتكون جيعان، ولكن كتلقى راسك كتاكل، كتفتح الثلاجة كتقلب على شي حاجة حلوة، شي حاجة مالحة، شي حاجة كتقرمش. وفي الحقيقة ماشي معدتك اللي كتطلب الأكل، راه قلبك اللي موجوع. عمر شي نهار حسيتي براسك مزير، مقهور، معصب، مجروح، وحسيتي أن الحاجة الوحيدة اللي غادي تهديك هي أنك تاكل. إلا وقع لك هاد الشي راك ماشي بوحدك، كاين بزاف ديال الناس كيستعملوا الماكلة بحال مخدر عاطفي، ماشي حيت هما شارهين ولا ما عندهمش إرادة، ولكن حيت الماكلة ولات وسيلة للهروب. الهروب من شنو؟ من الحزن، من الفراغ، من التوتر، من الغضب، ومن داك الألم اللي صعيب تلقى ليه كلمات. تخيل معايا واحد النهار خايب، شي حد هدرك بكلام جارح، ولا فشلتي في شي حاجة كنت باغيها، ولا حسيتي براسك مهمل، ما مفهومش، ما محبوبش. شنو كيوقع؟ الدماغ ديالك كيبغي حل سريع، ما كيبغيش يبقى مع الألم. هنا كيدخل الأكل، خصوصا السكريات، الشوكولا، الحلويات، الخبز، المقرمشات، حيت هاد الأنواع كتخلي الدماغ يفرز مواد كتعطي إحساس مؤقت بالراحة، بحال الدوبامين. الدوبامين هو داك الإحساس ديال دابا حسن شوية، ولكن المشكل هاد الراحة مؤقتة بزاف، يمكن تدوم دقائق أو ساعة، ومن بعد كيجي الإحساس الأصعب، الندم. كتقول علاش كليت هاد الشي كامل، علاش ما تحكمتش في راسي، أنا ضعيف. وهنا كيدور في واحد الحلقة خطيرة: حزن، أكل، راحة مؤقتة، ندم، حزن أكتر، أكل أكتر، وكتبقى داير في دائرة مغلقة. بعض الناس كيعبروا على الغضب ديالهم بالصراخ، شي ناس بالبكاء، وشي ناس بالماكلة. كيكون الغضب داخلهم، ولكن ما تعلموش كيفاش يفرغوه بطريقة صحية. يمكن من الصغر تعلم: اسكت، ما تعيطش، ما تبكيش، حبس الحساسية الزايدة. فالإنسان كيكبر وهو ما كيعرفش يتعامل مع المشاعر، كيكبت المشاعر ديالو، والمشاعر المكبوتة كتقلب على منفذ، وأحيانا المنفذ كيكون هو الماكلة. دابا نهضروا على الجسد. شنو كيوقع ملي كتولي تستعمل الأكل باش تهرب من المشاعر؟ أول حاجة، المعدة والجهاز الهضمي كيتأثروا. الأكل السريع بزاف، خصوصا تحت الضغط النفسي، كيخلي الهضم صعيب، يمكن يجيك النفخ، الحموضة، ثقل في المعدة، اضطراب في الأمعاء، والجسد كيبدا يعطيك إشارات. تاني حاجة، ارتفاع السكر في الدم. كل مرة كتفرغ التوتر في السكريات، السكر كيطلع بسرعة، والأنسولين كيطلع معاه، ومع الوقت هاد التقلبات كتخليك مرة نشيط بزاف، ومرة طايح بلا طاقة، ويمكن توصل لمشاكل أكبر بحال مقاومة الأنسولين. ثالث حاجة، زيادة الوزن أو اضطراب الوزن. ماشي غير الرقم في الميزان هو المشكل هو الإحساس الداخلي. كتبدا تحس براسك ثقيل، الحركة كتصعب، التنفس كيتبدل، الثقة كتتهز، وبعض الناس كيبدلوا حتى نظرتهم لمرايتهم، كيشوف راسو بعين قاسية. وهاد النقطة مهمة بزاف. الإجهاد المزمن كيطلع هرمون الكورتيزول،
الكورتيزول إلا بقى طالع مدة طويلة بسبب التوتر كيزيد الشهية، خصوصا للحلو والدهنيات. يعني التوتر بحد ذاته كيخليك تبغي تاكل أكثر. وهنا كنشوفو بلي القضية أعمق من حبس الماكلة. المشكل الحقيقي غالبا ماشي الماكلة، المشكل هو شنو كتحاول تهرب منه. سول راسك سؤال صريح: ملي كنمشي ناكل بلا جوع شنو كنحس قبلها؟ واش وحدة، رفض، ملل، خوف، ضغط؟ حيت الوعي هو البداية. إلا عرفتي السبب كتولي أقرب للحل. مهم بزاف نفرقوا ما بين الجوع الجسدي والجوع العاطفي. الجوع الجسدي كيجي تدريجيا، كتحس بالمعدة خاوية وكتقدر تاكل أي حاجة. أما الجوع العاطفي كيجي فجأة وكيطلب حاجة محددة، غالبا حلو أو فاست فود، وكيكون مستعجل. كيقولك دابا خصني ناكل دابا. شنو تقدر دير؟ مين تحس براسك باغي تاكل بلا جوع، وقف لحظة وسول راسك: شنو محتاج أنا دابا فعلا؟ واش محتاج ناكل ولا محتاج نرتاح، نبكي، نهدر مع شي حد، نخرج نتمشى، نكتب شنو حاس؟ حيت مرات الجسم ما محتاج سعرات حرارية، محتاج فقط احتواء. بغيت نقول حاجة مهمة لكل واحد كيعاني من هاد الشي: إلا كنت كتفرغ الحزن ديالك في الماكلة ما تحتقرش راسك، حاول تفهم راسك. راه النفس البشرية كتبحث دائما على وسيلة باش تخفف الألم. غير المشكل أن بعض الوسائل كتريح مؤقتا وكتجرح أكثر مع الوقت. تعلم تسمع لمشاعرك قبل ما توصل للثلاجة. يمكن الحزن ديالك ما محتاجش أكل، يمكن محتاج حضن، دعاء، راحة، كلمة طيبة، أو حتى دمعة محبوسة خاصها تنزل. وفي الأخير ماشي كل جوع كيتعالج بالماكلة. كاين جوع ديال القلب، جوع ديال الروح، جوع ديال الطمأنينة. وهذا النوع ما كيشبعوش الأكل، كيشبعو الصدق مع النفس، الشفاء الداخلي والرحمة مع الذات. إلا عجبك هذا البودكاست خلي هذا السؤال معاك اليوم: آخر مرة مشيتي تاكل واش كنت فعلا جيعان ولا كنت فقط حزين؟ نتمنى يعجبكم هذا الموضوع، وشاركونا في التعليقات شنو المواضيع اللي تبغيونا نهضروا عليها المرة المقبلة. مع السلامة.